السلام عليكم بنات، اليوم غنخدم معكم بيبي أولا الدجاج بواحد الطريقة اللي كتجي غزالة ولذيذة في المذاق. هنا عندي نص كيلو ديال البيبي اللي غسلته من قبل وخليته حتى قطر. غادي نطحنو مزيان في الهاشوار، أولا ممكن إنه إلا ما عندكمش هاشوار تاخدو الكفتة ديال البيبي أولا كفتة ديال الدجاج. غير هو بالدجاج البنات راه كيجي المذاق ديالو غزال بزاف، أحسن من البيبي. هنايا أنا مكانش الدجاج عندي متوفر، طحنت بيبي. هنا البنات كما كتشوفوا الكمية ديال نص كيلو، درت لها واحد الحفينة ديال الزعتر اللي حكيتو. هنا ما غنحتاجوش مكونات بزاف، غنحتاجو معلقة صغيرة ديال الإبزار وواحد شوية ديال الملح، بالإضافة لواحد زلافة ديال الفورص رطب. الكمية ديال الدقيق كتبقى على حساب نتوما، واش بغيتو تكتروها أولا ديروها قليلة. هنا مع نص كيلو درت زلافة ما عامراش، يمكن لكم ديروا كتر كما يمكن لكم ديروا قل. هنا البنات ليسونسيال هو ما يجيكمش اللحم ديالكم ناشف، يكون شاد راسو ولا التكستور ديالو تكون كيما هاكا، يمكننا نشكلوها وكتجي رطبة باليد. هنا الكمية ديال الدقيق إلا كانت قل راه كيجيكم الدجاج ديالكم مزيان، وإلا درتوها كتر كيجيكم بحال مقرمش. أنا هنا كنت نسيت الملح حتى الأخير عاد ضفتو وعاودت خلطت المكونات ديالي. هنا كتاخدوا واحد لاطال اللي ممكن تخليكم في الكونجيلاتور ديالكم البنات، كتاخدوا هذيك الكمية ديال الدجاج أولا ديال البيبي اللي نتوما صوتوها، كتوزعوها هنايا على سطح العمل. غندير بلاستيكة أخرى فوق منها وغنطلق، إما غديروا بلاستيكة البنات ولا ديروا ورق المطبخ اللي تنديروا فيه غريبة البهلة باش ما تلصقش لينا، أولا فاش كنديروا الجينواز. أما بابيو سولفوريزي راه ما غيليقش ليكم لأنه بوحدو كيبدا كيتكمش. هنا الميكا يمكن لكم ديروا غير وحده وتقسموها في النص حتى هي مزيانة وتخدموا بها هاد الطريقة. كما كتشوفوا البنات كنسرحوا. هنا بالنسبة للعطرية درت الملح والزعتر والإبزار، ممكن أنه ديروا الأعشاب المنسمة ديال البيتزا حتى هي فيها واحد المذاق غزال بزاف، والإبزار فقط كيجي فيهم واحد المذاق زوين. البزار كيتواتى مع الدجاج ومع بيبي وما فيهاش قوة العطرية. كنديروهم بهاد الطريقة البنات، غندخلوهم كونجيلاتور حتى يجمدوا لينا، من بعد غادي نقطعوهم. أنا هنايا غادي نقطعهم معكم قبل، واخا مازال ما شادينش راسهم باش تشوفوهم كيف كيجيو. كنقطعوهم على هاد الشكل، على شكل مربعات. كما يمكن لكم تشدوهم وتقطعوهم بشي طابع ديال الحلوى بالشكل اللي بغيتو. كما يمكن لكم تقطعوهم باشكال عشوائيه، ممكن انكم ديروهم دويرات بيديكم على الشكل ديال لي نوغيت وديروا وسط منهم فخوماج اولا ديروا وسط منهم اي حاجه جات على بالكم، وتجمدوهم في الكونجيلاتور حتى يشدوا راسهم. من بعد البنات ملي يشدوا راسهم كنشدوهم تنديروهم في البيض وندوزوهم في لا شابلور وكنقليهم، تيجي المذاق ديالهم غزال ومقرمشين. بهاد الطريقه البنات كيعطيوكم كميه اللي هي كبيره، وكيعطيوكم واحد العدد ديال القطع اللي هو كبير، وبطريقة مبسّطة لإنه باش تقدروا تفرحوا وليداتكم وديروه لهم في الساندويتشات ديال المدرسة أولا ممكن ديروهم كوجبة عشاء. أنا غنقليهم معكم البنات، كمّلوا الفيديو غادي ينال الإعجاب ديالكم بزاف. هنا البنات غناخد لا شابلور أولا خبيز اللي يكون عندكم ديجا، يعني بايت أولا باكيط، ديروه في الكونجيلاتور حتى يجمد. ملي تجبدوه حكوه، كيكون جامد كيعطيكم واحد القوام اللي هو زوين، كتضيفوا ليه واحد شوية د الملح. حنا غناخد واحد القياس ديال 2 بيضات، كتبقى حسب الكمية. أنا تقريبًا نصف الكمية اللي استخدمت راها احتاجت لها 2 بيضات. هنا غنسمهم بالملحة والإبزار، بغيتو تزيدوا شوية ديال الحار مدقوق سودانية زيدوها، ما بغيتوش كديروا غير الملحة والإبزار باش تنسموه باش ما كيجيش باسل. كنتو باغيين تضيفوا ليه أعشاب مسلمة في لا شابلور ضيفوها. هنايا كنطرب مزيان هاد البيض، كنخرج الدجاج ديالنا أولا بيبي من الكونجيلاتور، كنبداو كنقطعو فيه حيت ديجا هو أصلًا مقطع، غير كنعاودو كنحلو دوك المكعبات باش كيوجيونا بشكل فردي. كندوزوهم في البيض، من بعد كندوزوهم في لا شابلور وكنقليوهم. في هاد الأثناء أنا راني درت الزيت سخن. الزيت البنات كتسخنوها مزيان ومن بعد كتنقصوا البوطة، اون فوا كتحطوهم كتقلبوهم في البلاصة، علاش لأنه فاش كتكون الزيت سخونة راه يتحرق معاكم البيض مع لا شابلور. يعني من الأحسن إنه الزيت تكون متوسطة درجة الحرارة ديالها. كنتو سخنتو الزيت مزيان غديروهم وغتنقصوا البوطة وفي نفس الوقت غتقلبوهم. هي هاذيك هما ملي كيجيو فين يذوبوا ويبداو يطيبوا ويتحمروا من الجهة الأخرى كتعاودوا تقلبوهم، تيكون دخلهم الطياب. ما تخافوش البنات راه كيجيو طايبين من الداخل. رانا غنوريكم كي كيجيو وغنقسم معكم وغتشوفوا. هنا كما كتشوفوا راهم مجمدين
ومن الأحسن تخدموا بهم هكا جامدين، لأن واخا كتحطوهم حدا البوطة ما كيذوبوش ليكم دغيا. أنا هنا بيتهم ليلة كاملة، كما سبق لي وقلت لكم يمكن لكم ديروهم غير مدة ساعة ولا نص ساعة، ولكن جبدوا غير الكمية اللي غتخدموا مثلًا القلية الأولى، تتساليو القلية ديالتكم وعاودوا جبدوا الكمية التانية باش ما كيذوبوش معاكم، ما كيعذبوكمش ملي كتجيو ديروهم في البيض مع لا شابلور، كيجيو غزالين بزاف صدقوني إلا دقتوهم غيجيو فيهم واحد المذاق فن. وخلاص كاين مجموعة ديال الطرق كيفاش نخدموهم من غير هاد الطريقة، غير أنا خدمت معكم بطريقة مبسطة وبأقل قدر ممكن ديال المكونات، أحسن من أننا نديرو فيهم البيض في الخليط، لأن إلا درنا البيض في الخليط كيجي شوية زفر. هنا كما كتشوفوا رانا بديت كنسخن الزيت، لأن ديجا كنت كنصوب حوايج أخرين ودرت الزيت ديالي هنا تسخن، ولكن ردوا معاهم البنات البال في الطياب. هنا حطيت كاع المكونات اللي عندي، غنبدا ندوزهم في البيض، من بعد ندوزهم في لاشابلور ونحطهم في المقله. هنا كما غتشوفوا معايا راه غير غنحطهم في البلاصه غادي نقلبهم، ما غاديش ناخذ وقت بزاف لانه الزيت عندي سخونه كما كتشوفوا. وغنكملوا على هذا الشكل اللي طابت غنقلبوها حتى يتحمروا معنا، ردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش باش يجيكم اللون ديالهم زوين، وجربوهم صدقوني غادي يعجبوكم بزاف. نخليكم مع التتمه ديال الفيديو.